السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على شعب مصر كله وعلى أهلي وناسي وحبايبي. أنا بس ليا كام تعليق بس على السيسي وكده في كام مؤتمر اللي هو عاملهم دول. هو عامل مؤتمر في المنيا وكان بيفطر مع أهالي المنيا وكده، بعد احترامنا طبعا لأهالي المنيا، دي ناسنا وأهالينا يعني. هو مش واخد باله إن الناس مش لاقية تاكل، مش واخد باله إن هو في تصويره ده أكبر غلط. إن أنت حتى يعني الناس مش عارفة تجيب أكل أو الشيء اللي كان محطوط قدامك على السفرة بتاعت حضرتك، والولد والبنت اللي كانوا قاعدين تحس إن في حرمان. فقال لك ما صدقنا ناكل لغاية ما هو يخلص مؤتمره. أصل هم جايين كده كده، هم هيخلصوا من هنا ويلموا الشوية الأكل بتاعهم وبره. يلا انت هي انتوا أشكال عشان تقعدوا مع السيسي. التعليق التاني، هو بيزود في المعاشات 1000 جنيه للموظفين. طب أنا راجل شغل حر، بشتغل يوم وبقعد 10. الناس دي نظامها، أنا واحد من الناس دي نظامي. طيب بتزود البنزين، ما عشان هو لو لقى رجالة في مصر أقسم بالله العظيم الراجل ده ما يعمل فينا كده. أنا والله قسما بالله وغلاوة أغلى شيء عندي في الدنيا عيالي، انا ولا اخواني ولا فارق معايا اي زفت طين على رئيس الدوله على اللي جابته. انا كل اللي فارق معايا ان انا اقدر اعيش عيشه كريمه. انا النهارده قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، انا بعاني لما ابني يقول لي انا عايز مثلا 5 جنيه بناء. بعاني لان انا يعني طب هجيب منين؟ انا هجيب منين؟ فيا جدعان يا جدعان، ابوس رجليكم، ابوس رجليكم. في ميعاد يتحدد لنا نايل ب60 نيلة كلنا ننزله، يبقى قلبنا قلب بعض. هنموتوا 10 هنموتوا 20، بس أقل شيء هنسيبه لعيالنا حاجة كويسة. المناظر اللي على تيك توك دي أشكال وسخة خلت الشعب خلاص بقى كله بيشحت، وبرضه هم قاعدين يتفرجوا مبسوطين فينا. هو بالمنظر المؤتمرات اللي هو بيعملها دي ومش عارف ايه وانا هزود ده خوف وجبن، ده خوف وجبن. هيبهدلنا. النهارده الفرخه ب 200 و300 جنيه فرخه. ليه يا عم؟ دي فرخه بتتكلم؟ ده انت ولا جبت خضار ولا رز ولا الرز النهارده 25 جنيه. كيلو اللحمه النهارده ب 280 و300 جنيه. تروح عند الجزار تقول له عايز كيلو لحمه، لو هتاخدها بدهنتها 280، لو لحمه صفر حمراء يقول لك 300 جنيه. يعني ايه يا جدعان؟ لغايه امتى هنفضلوا ساكتين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وطول ما احنا ساكتين ده ربنا اللي قال الساكت على الساكت على الحق شيطان اخرس. حسبنا الله ونعم الوكيل، ده اللي هنقدر نقوله. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يشوف حاجه وهو يسكت.